الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنرفع مع بعض مقاسات الانتريه علشان الناس اللي بتقعد تسالني كتير عن المقاسات، فانا جايبه لكم النهارده انتريه هناخد مقاس كلنا حاجه مع بعض. المقاس هيبقى من الاول للاخر، يعني كده هي معايا 80 سم، لا سم زياده ولا سم اقل. وبعد كده بناخد المقاس من عند الشلته لورا لتحت خالص. جه معايا 140، ممكن يجي معاكي 150. وبعد كده بناخد مقاس من القاعده لتحت، يجي معايا 90 سم. ومقاس اليد بتقيسي من هنا لهنا، يعني كده 50 سم، لا بتزودي حاجه ولا بتقللي حاجه. الشلته لو منفصله بتاخدي لي مقاس الشلته عرض وطول وارتفاع تحت الشلته. والخداديه مقاسها يا اما تقلعي الخداديه خالص وتقيسي لي الكيس بتاعها عرض وطول، يا اما وهي لابسه كده بتاخدي لي من عند الخط للخط عرض وطول برضه. تعالي كده هنا بقى ناخد مقاس الكنبه من الحرف للحرف، يعني كده ما نجيش نقيس من اليد لليد، لا اليد بتبقى لوحدها. هناخد المقاس من الحرف من فوق للحرف، يعني مثلا 160. وبناخد مقاس اليد من ورا لقدام او من قدام لورا عادي كده. مقاس اليد 80. وبناخد مقاس الشلته عرض وطول. ومقاس الظهر معانا نفس الكرسي، يعني اللي احنا عملناه في الكرسي بنطبقه بعد كده على بقيه الانتريه كله. جه معايا 120. فيا رب تكون فكره المقاسات وصلت. هنلبس معاكم الكرسي عشان الناس اللي بتسالني احنا ازاي بنلبس الكفر بتاع الانتريه.